الفخر ديالي في مؤسسة تعليمية، وصراحة أشد بحرارة على كل المداخلات اللي سبقت من إخواننا، سواء في المديرية الإقليمية وزارة التربية الوطنية ولا لي كوليك ديالي السي فؤاد الدكتور الكريم على هذه المداخلات القيمة في الصحة. فأكيد غتكونوا خديتوا معلومات مهمة فيما يخص الاهتمام بالصحة العامة. فأنا ما غاديش نطول، غنحاول نكون قدر الإمكان نختصر قدر الإمكان. ملي كنقول نختصر، يعني أنا المحاضرات ديالي تعودت أنه كيكون فيهم 6 سوايع الفوق، راجل 6 سوايع الفوق. غنحاولوا نحصروها في 41 دقيقة من أجل أننا نعطيكم بعض المقومات. شوف الشباب، راه إلا مشات لك حبيبي الصحيحة ديالك راه مكاينش اللي يعطيها لك. عطيني ودنك شي شوية وخذ معايا واحد نص ساعة، وديك الساعة سير تفطر بالصحة والراحة. لما نتحدث أولا عن الصحة، ما غاديش نعاود المعلومات اللي قالوها لي كوليك ديالي اللي في المندوبية ديال الصحة، اللي كنفتخر أنني كننتمي لها، وكنفتخر أنني كنشتغل في العرائش في مستشفى عمومي. شحال من واحد كيسولني على الكابيني، كنقول لهم أنا ما عنديش الكابيني وما عمري غنديرها، أنا أشتغل في مستشفى عمومي، مستشفى لاله مريم معكم هنا في العرائش صباح مساء. بزاف الناس ما عارفينش بلي راه حنا مستقرين في العرائش، وليداتي كيقراو هنا في العرائش مع اساتذه معكم، ويعني ولد الشعب كما كنقولوا، باش ما يظنوش بعض الناس بعض الامور. اولا غنعطيكم بعجاله، مادام معنا الشباب غنعطيكم بعجاله على واحد الفتره عشتها انا في هذه الفتره اللي نتوما كتعيشوها. انا اولا ابن الباديه، قريت في الباديه، تمشيت 10 كيلومتر الي في الصباح و10 كيلومتر روتور. اسمعوا مزيان الشباب، تمشيت سرحت الغنم وباقي كنسرح لدابا، لان الرعي ماشي عيب، وباقي ارعى الغنم. واول مره في التاريخ اكاديميه فن الحياه اللي كان الشرف لي انني نترأسها ومدير الاكاديميه، درنا دوره تكوينيه في رعي الغنم وتسالوا التسجيلات، حبسنا التسجيلات لان كان واحد الاقبال كبير بزاف في نواحي الرباط. رعي الغنم، كل الانبياء والرسل رعوا الغنم، ورعي الغنم ان شاء الله. بهذه المناسبه ممكن ان شاء الله مع الاساتذه الكرام نديروا واحد الخرجه المره هذه غادي نكونوا جالسين، المره الجايه غنتحركوا شويه، المره الجايه غتجيو عندي تما تضربوا بالفاس والعتله والبالا والتهدي باش تعرفوا القيمه ديال التراب، لان تما فين كنرتاح انايا. حتى هنا مرحبا على الراس والعين. اكاديميه ان شاء الله تجيو عندنا، شوف تجيو عندنا، شوف عافاكم تدخلوا للكوري وتشوفوا البهايم وتقلبوا على البيض وتقلبوا على الدجاج، نعطيكم عفر روج بلدي الا شديتو راكم معلمين. بالنسبه للحياه، عافاكم، للحياه ديالي انا كيفاش عشتها. انا قلت ابن رجل تعليم، انا كنت كنمشي مع الوالد ديالي كيمشي يقري وانا شادي في يدي وغادي كنتمشاو، ما تحسبش الطريق لعلك ترضى. باش تعرفوا الصور ديالنا كيفاش عشت الداخليه، والداخليه مدرسه قائمه بذاتها. لان هذا الشيء مزيان نقول لكم انا انتم كشباب كطلبه وكطالبات. العصاميه بالضبط. يعني لان بعض الناس كيقولوا هذا الحليمي كيسحبوا امراه، راه جيت من والله العظيم. شوف، وانا جيت العرايش انا والزوجه ديالي، الوالده عطاتني طوبسيل ومعلقه وفرشاد، ماشي حيت ما عندناش الطباصل في الدار، كتعلمك الحياه. شوف اليوم الا بغيتي تطلع شاب فاشل عطيه داكشي اللي بغا. انا ولدي كنبقى نتعارك معاه في الدار حتى كيبكي، حتى كتبقى ماما كتقول لي بعد منه، كنقول له الا ما شدش العظم ديالو وصحاح وتعلم، راه الحياه كلها سميت الدنيا لدنوها. راه ما تسناوش غير ورد، راه الورده فيها الورده وفيها الشوكه. والحياه خشوشين فان الحضاره لا تدوم. الحياه راه ماشي شوكولاط، راه شنو كينتظركم؟ مي كل شيء فيه خير، وسيروا بالامل واعتمدوا على ربي اللي خلقكم. السعاده والشقاء والرزق والعمر. وهنا قبل ما نهضر على اي حاجه التاطير الديني، شدوا في الدين ديالكم بيدكم وبرجلكم. علاش؟ لان دابا نتوما شنو كديروا في هذه المدرسه؟ كتقراو ياك؟ الله سبحانه وتعالى شنو قالنا؟ اقرا باش باسم ربك الذي خلق. سمعني، اي علم
ما كيتاثرش دينيا فهو علم فاسد. كالاشنيكوف، الفيروسات البيولوجيه، السلاح، هذا علم، ولكن واش علم نافع؟ اسمح لي ماشي علم نافع. ف والديكم أولين عليكم باش ترفعوا مستوى الأسرة، لا من حيث الوعي، راه المادة هي الأخرى، راه الفلوس ما تفكروش في الفلوس. أنا نعطيكم بغيتو تجمعوا الفلوس، ما تفكروش في الفلوس. شتي إلا ما فكرش في الفلوس غتجمع الفلوس. الحق إلا كان الفلوس عندك هدف ماشي وسيلة، هنا كيكون المشكل. مزيان تعيشوا الحياة ديالكم. حنا شوف، حنا معاكم، لأن أنا شخصيا والله إلا ليا الشرف أنني كسبت الثقة ديال الأطفال، ماشي غير الشباب بحالكم. وصعيب في موضوع ديال التغذية تكسب الثقة ديال الأطفال. أنا عندي أصدقاء، برنامج كنت قدمته سميتو مزرعتي مع أم الحليمي، اللي راق استحسن الأطفال بزاف. ملي كنقول طفل هانتوما، وأنا براسي كنولي طفل مع ولدي. أنا ولدي كنقول له بابا أنت اللي كتعلمني ماشي أنا اللي كنعلمك، لأن ولفنا حنا الكبار يعلموا الصغار. أبدا، هذا غلط. كتكون كتمشي 120 كيلومتر في الساعة ونهار كدير ولدك حداك كتولي تمشي غير 80 و 90، هو اللي يعلمك، هو اللي رباك، ماشي حنا اللي كنربي. وبالتالي الاساتذه الكرام مشكورين. والله الا عندنا واحد الجيل ديال الاساتذه الله يشدنا في الصحه ديالهم، اللي فريمون كيعتبروا الطفل. وانتم راه وليداتنا حنا ماشي، انت راه شوف هذاك بوك وامك بيولوجيا، اما انا ولدي الا ما ربيتوش مزيان وما كانش الصحه مزيانه غدا غيتلاقى مع ولدك، سواء غيأثر في الاخر سواء غيتأثر. وحنا عندنا واحد المفعول يسمى ليفي جروب، مفعول الجماعه. كيعجبنا نكونوا مع بعضياتنا، لان في الفيزيولوجيا ديالنا والبيولوجيا عندنا في الدماغ ديالنا، الاساتذه الكرام راه كيعرفوها، كيتسموا لي نورون ميغوار، الخلايا المرآة والخلايا العصبيه المرآة. راه ما تقدرش تعيش بوحدك، راه حتى اللغه تمشي لك، يعطيوك اخر ما كاين في السيارات واخر ما كاين في داكشي اللي بغيتي، ويحطوك شي بلاصه بوحدك كتقول خصني نقلب على المجتمع. شوف عمي، كتكون مع باك مع امك مع جدك مع عائلتك مع اصحابك، نتوما الشباب بنيتات كتبغيو تجمعوا بيناتكم، الدراري كيبغيو يتجمعوا بيناتكم وتخرجوا للسراحه كتجمعوا. علاش؟ كنقلبوا على بعضياتنا. ديك انا وانا 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 جات كورونا بينات ان انا فاشله في المجتمعات، ولات حنا كلنا شوف اليوم ما شاء الله صلاه التراويح وليله القدر كيفاش غيكونوا الصفوف، كيفاش غيكونوا. شوف راه هذه هي البشريه. وانتم من حقكم. انا ولدي كيقول لي بابا انت ماشي انا ما غاديش نجي داك الخطابات مع الشباب، لا زولوا التليفونات حيدوا هذه، لا، من حقكم تخدموا التليفونات. الجيل ديالكم بغى التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا راه دايره بحال الموس، وهذاك الموس هو اللي ترتكب الجريمه باش مشى هذاك للحبس. راه نفسه المشكل ماشي في الموس، المشكل واش عندي عقليه كيفاش نستعمل التكنولوجيا. حنا تفاجئونا بالتكنولوجيا، ما عطاوناش كيفاش نخدموا بها. نتوما تعلموا كيفاش تخدموا التكنولوجيا. راه كاين اللي كيدخل اموال طائله من التليفون، وهذا كنقول له انا برافو ليك. الحلال حتى شي واحد ما يناقشك فيه، دير اللي بغيتي، تكون زوين مع الله مع المجتمع ديالك، وحب الوطن. والله العظيم الا الثروه اللي عندنا حنا هاد البلاد هذه كنموتوا على التراب ديالها، بلا ما يحاولوا ولا ما شي. هاد البلاد هذه كنموتوا على التراب، وانا كنقولها لكم في هذا اليوم المبارك. والله ثم والله شخصيا جاتني بعض الاغراءات ما كاينش شي واحد بعقله يرفضها خارج المغرب، ورفضت. علاش؟ لاننا كنموتوا على هاد البلاد، ابن الباديه، ولد هاد الوطن، ولد الشعب، وكنعرفوا البلاد ديالنا. راه من هنا هاد الشحن الهمه، راه من هنا كتبدا الصحه. هذه هي الصحه الحقيقيه. هنا غادي ندوز لكم الصحه بالمفهوم كما قالوا الاساتذه قبل مني. انا غنعطيكم واحد المفهوم كذلك شمولي في الاطار اللي كنشتغل فيه انايا كمدير اكاديميه فن الحياه. الصحه عندنا 4 الاجسام، عقلوا عليها، 4 الاجسام. كاين الجسم المادي والجسم الروحي والجسم العقلي والجسم العاطفي. لو كور فيزيك، لو كور ايموسيونيل، لو كور مونتال اي لو كور سبيريتويل. وكل واحد عنده مرض وكل واحد عنده تغذيه. كنسمعوش الغذاء العاطفي. ملي كتمشي عند امك حتى كتقول لها توحشتك انا وتوحش الخبز ديالك، شنو هي هذه؟ كتبغي هذيك راه ماكله. الغذاء العاطفي 4 الاجسام. هاد 4 الاجسام كندوز فيهم انا تقريبا 6 السوايع، مي غادي نعطيكم باختصار باش هكايا غير نعرجوا على هذه. غنخليو الجسم المادي هو الاخر. وإلا خدينا هاد 4 الاجسام وقسمناهم بنسب 25% لكل واحد. الجسم العاطفي
كنستافدوا بهرمون بشكل ملموس الا صدقتي على شي واحد كتحس شي احساس ولا لا؟ الا عطيتي شي قفه في رمضان هذاك الاحساس عرفتوا شنو هو؟ سميتو لوسيتوسين، هرمون الجماعه. كتعرفوا بالفرنسيه لا دوز دي او اس او، لا دوز دي الدوبامين، او لوسيتوسين، اس سيروتونين، و او لوندورفين. من هنا جات كلمه لا دوز. شي السيروتونين انا معكم دابا. عرفتوا شنو هو الحلم ديالي دابا؟ هو ندوزو هاد المحاضره مزيان. ما كيهمنيش قبيلاتي شنو كان، ما كيهمنيش دابا بلاتي شويش غيكون. علاش؟ لان اعيش اللحظه. المشكل حنا كنخافوا من داكشي اللي جاي وراهينين الماضي. عيش اللحظه لانك هو واقعك، الواقع ديالك، الحقيقه ديالك هو فاش انت داك الساعه تم. فالجسم العاطفي كيتغذى بالعلاقات الاجتماعيه. وملي كنقول العلاقات الاجتماعيه ماشي غير علاقات انسانيه، لان الحب حصرناه حنايا غير في واحد، مع العلم ان كاين حب الذات زوين ما خصوش يفوت الحدود ديالو، كاين حب الام، كاين حب الوطن، كاين حب الشجره. شحال كتكون عندك وريضه في الدار كتموت لك كتبكي. انا من الناس اللي نقدر لدرجه المبالغه نقدر نقطع انا يد شويه من صبعي وما تقيسليش الشجره. انا من الناس اللي اعشق الشجره، وغنجيكم في الاخر على هذه المساله ديال الشجره. السيد المدير راه قلت له برافو لكم، علاش؟ لان عندكم ليسباس فير هنايا الخضره، وغنجي هذه المساله مهمه بزاف. اذا اللوسيتوسين هو غذاء الروح، خاصه الجانب العاطفي. والجانب العاطفي عنده علاقه بالام ديالك، بالاب ديالك. مثلا الشباب علاش كتربي قطيط؟ شنو هذا انك تربي قط؟ حنان. واخا انا ضد المساله ديال تربيه الكلاب. انا عندي الكلاب 5 الكلاب بالحق ما يفوتش الباب، نحلوا الباب ما يفوتهاش، ما يدخلش عندي انا فوق الكرسي، ما يجلسش عندي انا الكلب فوق الكرسي. الكلب عنده المهمه ديالو كنتهلا فيه، الحنان، العطف، العاطفه وداك الشيء كامل، ولكن ما يدخلش عندي للدار، ما يفوتش الباب. ان شاء الله تجيو عندي تشوفوا الكلب نحلوا تبان الباب محلوله في الباديه، ما يفوتش الباب، ولكن عنده الحراسه، عنده بزاف ديال الادوار باش يبقى نشدو ونحطو فوق البوزيسيون ديالي ونقول هذا البرجي المون، هذا البرجي كاسي، هذا الدوبرمان، هذا الكانيش، هذا لا. الكلاب من بعد نهضروا على هذه المساله. تربيه الكلاب ممنوعه تماما. انا كنقولها للشباب. علاش دابا الشباب كيمشيو لتربيه الكلاب؟ لان يحنون الى الطبيعه، هذيك الوسيله اللي قالوا، في حين ان القطط حاجه اخرى. القطط بعدا كتحل على المشكل ديال التوكسوبلازموز، بعدا لي فامونسان كنلقاو بعدا عندهم ليمينيتي بعدا كونتر هذا التوكسو، بعدا كتلقى عندها بوزيتيف. الغذاء العاطفي، الجسم العاطفي، هذا الجسم العاطفي. طبعا دونك علاقتي انا بواحد النبته. كاين شكون اللي مربي الفراخ هنايا؟ شكون اللي مربي؟ شي واحد واخا علاش كنربيو الفريخات؟ شوف الفريخات تسمع الصوت ديالو، ما كنناقشوش راه داكشي الاخر، راه الا طلقتي غياكلو قط صافي. اللهم ربيه. انا من الناس اللي عندي فريخات في الدار كنربيو وكنتهلا فيهم. علاش؟ كل صباح علاش؟ لان عندك علاقه معاه، لان كتغدى هذاك راه كيغديك. راه شوف كاين علاج دابا معترف به سميتو لا زوتيرابي. الزوتيرابي العلاج بالحيوانات، علاقتنا بالاخر. اذا هنا كنفهموا ان لوسيتوسين هي العلاقه بالاخر، سواء كانت شي حاجه شجره، سواء كان انسان، سواء كان مخلوق، سواء كان وطن، سواء كان حب الوطن، سواء حب المؤسسه، دائما داك علاقه الحب. وهذه مساله مهمه. علاش ملي كنقولوا حنا العاطفه؟ علاش اذا مرض فعده، اذا مات فاتبعه، اذا مرض. حنا في السبيطار عندنا وقت الزياره. علاش الوزاره حاله هذاك الوقت الزياره؟ لان خصنا نعرفوا التاثير الصحي والايجابي ديال زياره المريض، عياده المريض. ملي كتمشي تزور المريض وكيطلع له لوسيتوسين، خصكم تعرفوا بلي لوسيتوسين كتنقص 10% من لا دولور، من الالم، لان الالم هي لا سبستونس بي اللي كيعطينا الالم، هي لا سبستونس بي. ودراسات علميه، وبالمناسبه اطفال الشباب قراو الانجليزيه. فهمتوا الميساج؟ الا بغيتوا العلوم قراو لونجلي، العربيه ولونجلي صافي باش نكونوا متفقين. انا كنهضر على جميع العلوم قراو الانجليزيه. فكاينه دراسات اللي تثبتات صعود لوسيتوسين كينقص الي اونتالجيك، مضاد للالم. ولكن ملي كتكون عياده المريض، كيمشي لعياده المريض. ماشي حنايا هنا بعض الناس كيدخلوا يزوروا الناس عندهم السكر وكيدخلوا الحلوى،
وعاد كيدخل عنده كيقول له اخويا كي كنتي كي وليتي وصفاريتي وخضاريتي وحماريتي. هذه ماشي زياره. الزياره عندها قواعد ديالها. الزياره فيها لو سوتيان، فيها الابتسامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. هذا الجسم العاطفي. الجسم الروحي هو رمضان، هو هذه الايام المباركه، هو هذه الليله المباركه. علقنا بالله سبحانه وتعالى. شنو قالنا الله سبحانه وتعالى؟ قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف عمليا كنعرفوا حنايا في التجويد وفي الترتيب من غير المقامات، البياتي، الحجاز، النهوند، الرصد، الصبا. عندنا مقرئين ما شاء الله. عندنا مخارج الحروف. إلا خدينا حرف الألف، الألف منين كيخرج؟ الألف كنطلعوا الهواء فوق الرئة كنقولوا ياك؟ هذا حرف الألف كتطلع الهواء. حرف اللام كنشدوا اللسان ديالنا وكنبركوه هنا، كدير تنشيط للجهاز العصبي، وكنديروه اللام مشدد باش كنزيدوا نبركو ونشطو. وشوف كتكون مقلق كدير شنو الحرف هذا؟ الهاء. الف اللام مشدده والهاء شنو هي؟ الله. هذه بشكل عملي شي كتقول غير الله كتخرج. شوف ملي كتكون معصب وكدير شي الا شدينا هذا الهواء وحقناه 800 فرق يموت في المختبر. 800 فرق يموت بتنهيده وحده ملي كتكون معصب. داكشي علاش كتلقى شي واحد غيضحك كيقول امولي عبد السلام واش الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن. ما غنقولش اكثر من هكا. صله الرحم، قراءه القران الكريم، العلاقه بالله سبحانه وتعالى، هذا الشيء كامل غذاء الجسم الروحي. شنو بقى لنا؟ غذاء الجسم العقلي. عندك التليفون اليوم، اي علم ممكن تقراه في دارك. تقدر تجي للقسم ويلقاك الاستاذ محضر الدرس كامل في الدار. اليوم راه ولات وسائل اللي روعه ممكن انك تكون في كل المجالات وتصنع العجب العجب. كاينه ولا ما كايناش؟ اذا الجسم العقلي شنو هو؟ هو انني الدماغ ديالي عافاكم، الدماغ ديالي عندنا الماده الرماديه. دماغنا راه كيصغر ملي كتبقى عاطيها غير ما كتعطيش للدماغ شي حاجه جديده. ملي كتكون كتقرا وكتستافد معلومات جديده، نقاشات جديده، ناس مزيانين، نقاش بناء بحال هكا، الدماغ ديالنا كيكبر. اش كيتكونوا عقد، ومن شر النفاثات في العقد. كيتكونوا عقد، وهذاك العقد سكون ابل لانتيليجونس. شنو هو لانتيليجونس؟ سي لا سوبليس ديال لي سيلول نيرفوز. اكثر من هكا كتولي عندك ذاكره قويه. انا لن اسمح لشي واحد، وما عمري سمحت لشي واحد يقول واحد الطفل هذا ذكي هذا ماشي ذكي. لا، خصك تعرف انت في تخصيب البويضه بالحيوان المنوي انت احسن احتمال بين الام والاب ديالك في الوجود. وبالتالي اي انسان فوق الارض فهو ذكي. خرجتي ومشيتي للدار وقطعتي الشنطه الاول، قطعتي الشنطه الثاني، وصلتي حتى للدار وختار. علاش؟ هذا ماشي ذكاء، هذا راه خصك تكون قمه الذكاء باش تقدر تخرج من المدرسه وتمشي 12 عام 13 عام 16 عام وانت كدير نفس العمليه وما عمر وقعت لك شي حاجه. هذا في حد ذاته ذكاء، لان الذكاء هو اللي كيحافظ على لا في. مالوغوزمون كاين ناس ما عندهم لا سيرفي، تشبث بالحياه ماشي الحياه. اذا الجسم العقلي كنغذيوه باش بالقراءه، بالناس الزوينين، بالنقاشات الجيده، نحيدوا لي بيرسون توكسيك، نحيدوا لي زيدي توكسيك، نحيدوا الافكار السامه، يكون عندنا لاسبوار، يكون عندنا الامل. شحال من واحد كيقول لك وشنو عطاني هذا البلاد؟ وشنو عطيتي انت لهذا البلاد؟ شحال من واحد كيقول لك شنو عطاني انت براسك شنو عطيتي لهذا البلاد؟ الشيء راه غير تحيد. عفاكم، تحيد كمامه طايحه في الطريق، عطيتي الشيء الكثير لهذا البلاد. كتلقى واحد ولدو موراه في الايام ديال الكورونا يحيد الكمامه، يهبط الزاج ويرميها. وفين كاين ولدو؟ موراه جالس. عطيتي انت شي حاجه لهاد البلاد؟ هاد الكمامات اللي دابا، هاد الكمامات راه كارثه كبيره. حنا عندنا في الفلاحه راه كارثه كبيره، مو بلاستيك، البيسفينول او الفطالات اللي ما كتحلل على 400 و500 عام. هذا الجسم العقلي. ديما انا شوف، انا اي واحد فيكم دابا نعطيه اليوتيوب
غتدخل ليستوريك ما تلقاش شي خبر خايب. علاش؟ حيت انا رجل اعلاميات واشتغلت مده كبيره في الاعلاميات، كنعرف ان التليفون كنخدمو في داكشي اللي ينفعني. غتدخل الفيسبوك ما تلقاش شي خبر خايب، غتدخل اليوتيوب ما تلقاش شي خبر خايب، لانني مبرمج ليستوريك ديال التليفون ديالي على الحاجه الزوينه، ما عندي ما ندير انا بالاخبار الخايبه. هادشي ممكن ديروه حتى نتوما. شحال من واحد كيقول لك انا كيطلع لي اشهار خايب، وهو ما على بالوش كيشوف داكشي خايب باش يطلع لك اشهار خايب، لان نفس الفيديو انت يطلع لك اشهار، الدريري صغير يطلع لك اشهار، المراه يطلع لها اشهار، هذا عالم بوحدو. عاوتاني من بعد الا كانت فرصه نهضر لكم عليه. وانا من الناس اللي لا استخدم الواتساب، سمحوا لي الناس اللي كيتعاملوا معايا، انا عندي موقف من الواتساب عمري في حياتي خدمت به، ما عمري غنخدم به، لسبب واحد، هو انني اعلم وانا كنت رجل برمجه اعلاميه. خدمت 6 سنوات في البرمجه الاعلاميه، برمجه المعلومات، لي زابليكاسيون والتليفونات ولي زابليكاسيون ديال هادي، يعني اشتغل واعرف. ما شوف اي حاجه تعطات لك غراتوي، عرف راسك انت هو البضاعه. يجي شي واحد يقول لك هكاك واحد 1000 درهم غتشدها، انا ما نشدهاش. علاش؟ انا كنبغي الجوائز ماشي الغنائم. الا تعطات لك شي حاجه بلاشي، عرف راسك انت هو البضاعه. وشحال من حاجه كيعطيوها لكم بلاشي، بيان سور. هذا من جهه الجسم. هضرنا على الجسم العاطفي، هضرنا على الجسم الروحي، هضرنا على الجسم العقلي، هضرنا على الجسم المادي. وقبل ما نمشي للجسم المادي غنمشي لكم لواحد القصه من اروع القصص. الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص. قصه سيدنا ايوب. علاش الله سبحانه وتعالى عطانا لنا في القران الكريم شحال من قصه وقعت، ما يعطينا قصص محدده. انا باقي في المقدمه، انا دائما المقدمه عندي اكثر من العرض، اكثر من الختيم. عطاش الله سبحانه وتعالى عطانا قصه سيدنا ايوب. سيدنا ايوب لما كان مريض، اي مريض خصو يقرا القصه ديال سيدنا ايوب. سيدنا ايوب ملي كان مريض، كان مريض فيه الجسم المادي فقط، الجسم الروحي كان قوي، الجسم العاطفي كان قوي، والجسم العقلي كان قوي. الجسم العاطفي شكون اللي كان كيغديه؟ الزوجه ديالو اللي باعت الضفيره ديالها باش تداوي، باش توكلو. هذا الجسم العاطفي كان عنده قوي. الجسم الروحي علاقته بالله سبحانه وتعالى، والجسم العقلي ذكر القران الكريم والدماغ ديالو. من بعد 18 سنه سيدي ربي عطاه انه وصل للشفاء. وبالمناسبه العلاج راه حنا كنديروا اسباب ديالو، الشفاء كيجي من عند الله. نهار طلب العلاج طلبوا من الانسان، ملي طلبتي الشفاء طلبوا من الله، لان الشفاء ما كيعطيهش بشر، كيعطيه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ادعوني استجيب. والله الا وعد من الله، وحنا مفرطين في حق الدعاء. ما هضرش انا كنهضر كاملين. داير الله سبحانه وتعالى دي خذ بالاسباب، ومن ضمن ما ياخذوا بالاسباب هي التغذيه ديالنا، غذاء الجسم المادي. اذا انت ملي تكون مريض راه خصك الجسم العقلي والجسم العاطفي والجسم الروحي. الجسم المادي، الجسم المادي شنو كيحتاج؟ حنا غادي نعرج على واحد القصه اللي كلكم دزتو منا. كنا الامهات ديالنا حاملات بينا، تزاد الدريري، مين تزاد شنو دار؟ اول حاجه دار شنو دار؟ غوات. هذيك ماشي غوته، هذيك اول امتلاء للرئه بالاكسجين، لان الطفل ملي كيتولد كيتنفس بطريقه مغايره ملي كيكون في بطن الام ديالو. الله سبحانه وتعالى قال ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. كيدخل الهواء وكيتزاد الثقب في القلب. كلكم تزاديتوا الثقب في القلب، كيتسمى لو ترو دو بوتال. غير الا ما تسدش دون فاسون بيولوجيك فيزيولوجيك كنسميوها هذا عنده الثقب في القلب. اما راه كلنا كنتزادوا به، كيتسمى لو ترو دو بوتال. مي من بعد الا ما تسدش عاد كنقولوا هاد الدريري ما عنده ثقب في القلب. تما كناخذوا التنفس. وهنا شنو كنستافدوا؟ اهم حاجه في الحياه الماديه والجسم المادي ديالنا، اهم حاجه التنفس، لا ريسبيراسيون. من موراها هاد الدريري ملي كيغوت اول حاجه كيقلب عليها شناهي؟ الثدي ديال الام ديالو، هاد التغذيه. وملي كيتغدى شنو كيدير؟ ما مسواخش مع راسو، كيدابا بنعسه 23 ساعه كينعس في النهار. شي من هنا كنخرجوا مقومات الحياه الدقيقه والصحيحه. نبداو باول حاجه هو التنفس. هاد التنفس اللي كديروا نتوما صافي هكا كدير. لا نتوما كتستافدوا من اكسيد النيتريك. اكسيد النيتريك هو اللي كيخفض الضغط الدموي، كيمشي للطبقه ديال الاوعيه الدمويه
وكيوسع لنا الطبقه ديال الانتيما اوعيه الدمويه. في واحد الطبقه سميتها الانتيما كتعطينا المرونه. ملي كتكون فيك الروح علاش كتخنق؟ علاش نيفك كيتخنق؟ شفتوا الذكاء ديال الجسم علاش نيفك كيتخنق؟ كتكون مروحينه كتلقى هاد الجهه ولا هاد الجهه مسدوده كاريمون. علاش؟ لان ملي كتسد وكتنفس انت بداك لا لوا دورميز كيتفرز اكسيد النيتريك، واكسيد النيتريك يوسع الاوعيه الدمويه. ولا بغيتو توسعوا الاوعيه الدمويه اكسيد النيتريك سدا تنفس غير من جهه كيتسمى لا لوا دورميز. لا لوا دورميز اننا كنحيدوا جسمنا من لا زون ديال لو كونفور. كانت الحراره ديال الكليماتيزور، كانت البروده ديال الشوفاج، وفوقاش هاد جسمك غيتاكسبوزا. داكشي اش لا لوا دورميز افيك اش. الوغ اش او ار ام او اكسون اس او. لا لوا دورميز هذا ما كيتقراش. لا لوا دورميز ملي كنخرجوا جسمنا من لا زون ديال لو كونفور. مثال انا من الناس اللي وهذه ما ننصحكمش بها، تديروا دوره تكوينيه كدوز بالماء بارد في شهر 3. بالماء بارد في شهر 2 شهر 3. ملي كدوش بالماء بارد كيتفرز واحد البروتين سميتو ال اس بي، لو شوك بروتين. هاد لو شوك بروتين ولا بروتين بالفرنسيه كيعطينا كيبوستي لنا الكروث هرمون، لو دو كرواسانس. كتعرفوا الايسمان؟ لا ايسمان رجل الثلج. فنلندا دابا شحال من الحراره كيعيشوا فيها؟ عندكم فكره؟ ناقص 72. ناقص 72. السؤال المطروح عيننا فيها واحد السائليه، علاش ما كيتجمدش؟ لان الله سبحانه وتعالى حط فيه دي زونزيم مستحيل. انتما ديما كنقولوا الماء فيه الطبيعه البخاريه والطبيعه الصلبه والطبيعه السائله. كاين واحد الطبيعه في الماء في الجسم ديالنا طبيعه اخرى. كما غنجي بعض الامور انا قلت لكم، انا غنجي للتغذيه. الهرم الغذائي كتعرفوه؟ انا قلت لكم واحد القصه. واحد النهار ولدي جا قال لي يا بابا ماما راه صيفطتني عندك تقريني هاد الفقره ديال التغذيه. كيقرا في الثالث هو. قال لي هاد الفقره ديال التغذيه ماما قالت له سير عند باباك، ما كاينش ما احسن من بابا كيقريك هذيك الفقره. اصعب درس كان عندي في حياتي. عندي طلبه في الجامعه، عندي طلبه في المعاهد، وولدي اصعب كان درس عندي هو هذاك. غنقول لكم علاش. في الثالث الاساتذه راه كيعرفوا الفقره ديال التغذيه. غنقول لكم علاش اصعب. انا من الناس اللي غا اجاملان كنخرج لها نيشان باش هكا الحق يعلو ولا يعلى عليه من غير البغرير وشي اللي في بالكم. هذه قال لي يا بابا جي شرح لي البيراميد اليمونتير، الهرم الغذائي. وانا الهرم الغذائي معلومه اللي ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس. باش هذا انذار جا مع الهرم الغذائي. عرفتوا اخوتي الهرم الغذائي شكون صوبو؟ انا قلت له بابا شوف، قلت له غتمشي عند ماماك غتقريك داكشي اللي كاين في داك الصفحه وحفظو، وما يدوز الامتحان اجي عندي نشرح لك. الهرم الغذائي حطوا رجل سياسه وسيروا بحثوا فيه. ما هو بطبيب وما هو بمختص في التغذيه، والهرم الغذائي يجب اعاده النظر فيه. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. انا كنت هنايا. الهرم الغذائي حطوا رجل سياسه ليس بطبيب وليس بمختص في التغذيه، وكان الهدف منه سياسي تجاري محض. باش نوضحوا هذه النقطه هنا واخا قوس حليناه. فيما يخص التغذيه والجسم المادي، التغذيه دائما كنقول انا عقلوا عليها. الاكل نوعان، اكل تاكله واكل ياكله. النظم الغذائيه غترجع بنا للتاريخ. الانسان راه ما بداش بالثلاجه. انا ماشي ضد الثلاجه، الناس باش يعرفوا الناس انا ماشي ضد الثلاجه، غير ما يجيك شي حاجه تكنولوجيا خصها تكون عندنا الثقافه ديالها. كاينه ولا ما كايناش؟ واش تقدر تركب انت في السياره وما كتعرفش تصوب؟ ما يمكنش. هكاك عاوتاني منين نجيبوا لنا شي حاجه جديده عطيونا ثقافتها وعطيونا تكوينات باش نقدروا ماشي به فيه. الانسان وجد في الطبيعه، لقى راسو كيعيش ليت اوفويت واحد النظام اللي خصو يواجه السبع اللي ياكلو. شنو دار؟ نعطي بعجاله ساكن وسط الطبيعه، لقى والانسان كان ذكي احتكاكه مع الطبيعه. ولا بالمناسبه الاطفال شوف راه كاين واحد الذكاء خاص عند الاطفال الا ما احتكوش بالطبيعه ما عمرهم كيستافدوا منه، كيتسمى الفارم افكت، مفعول الضيعه.
كيفاش تتعامل. انا ملي كندي ولدي للطبيعه كيلعب بالحجر كيلعب بالعواد، عطيه التليفون يقول لك ما عندي ما ندير بالتليفون. كيتسمى الفارم افكت، مفعول ليفيت دافير. فقلت انايا في قديم الزمان كان الانسان فهم وعرف شنو كاين باش يحمي راسو من الحيوانات المفترسه. جاب العواد دورهم، صوب الشريجمات، صوب باب، ولا دار ما يسمى بالمسكن صافي لابغي. شاف راسو انه محتاج انه يتغدى، دار واحد الجريده حداه وبدا كيزرع، بدا كيكتشف كل مره كيكتشف حتى وصلوا لنا بعض الفواكه وبعض الخضر. فولا الانسان في العصور يعني غير قليله ماشي بعيد، انا حاولت نختصر لان ما بغيتش نعرف نعطي انا الحقبه ديال الباليو والحقبه ديال هذه لان الوقت ما كافيش. مي ولا الانسان كان عنده سكون ابل لوطو برودكسيون، الانتاج ولا الزراعه المعيشيه. شنو هي الزراعه المعيشيه؟ انا يلا بارطاجيت مع الاخوان ذاك النهار في الاول د رمضان، قلت للناس قلت لهم جيبوا صندوق وديروا النعناع في الدار باش تمشي انت تشري. واش عرفتوا النعناع 90% ديال النعناع فيه 14 مبيد في النعناع زائد ماده باش كتولي خضراء. راه اللي غيزرع لك النعناع راه ما غيجيبلكش المان دوفر يحيد الربيع بمانيوال، راه غيتقام عليه النعناع هو ب5 دراهم الربطه، خصو يبيعها لك انت ب6 دراهم. كيديروا لي زيربيسيد، ومن اخطر ما كاين دابا هي المبيدات اللي كدار في النعناع. كيجيو عندنا المرضى كيقول لك انا كنشرب النعناع كيدير لي غاز. هو المشكل ماشي في النعناع. قلت للناس انا ديروا الصندوقه. كاين بعض الناس قالوا لي وانت عندك الارض كتزرع، قلت لهم انا ندير معكم تجربه. دخلوا لمحمد احليمي غتلقاو فيديو دابا يومين وصل 120,000 فيديو فيه صناديقه شاركت مع الناس كيفاش تصاوب النعناع. والنعناع اللي كتصاوب في الدار راه 2 عروشه كيساويو نص ربطه ديال اللي يدير برا، لان فيه رائحه المونطول مجهده. كتبدا 2 عريشات هنايا الشهر السيمانه الاولى السيمانه الثانيه ملي كتوصل الاخراني كتلقى هذا ناض. كاينه ولا ما كايناش؟ كتولي الصندوقه ديال النعناع كدير لك لوطو برودكسيون. واليوم باش نمشي انا ميزان سكيزوس رانا القصور الكلوي نسبه كبيره جايين من لي بيستيسيد، جايين من المبيدات. لي ميتولو ملي كنمشيو نشوفوا سرطان الثدي عند المراه كنلقاو النسبه ديال الالومنيوم طالعه اللي جايه من هذا الشيء، وجايه من لي ديودورون هذاك اللي كيرشوا كيقولوا لكم مزيلات العرق، هذيك حادثات حاقنات العرق كيخرج فيهم سموم وانت كتدخلهم تردهم لو سيستيم لامفاتيك. داكشي اش كتلقاو سرطان الثدي لا بلوبار كيكون في الجزء العلوي من الثدي عند المراه. علاش؟ لان قريب الابت اللي كان هذاك مزيلات العرق، وهذه راه درت عليها انا حلقه خاصه. كوارث بكل ما تحمل كلمه بمعنى. والالومنيوم مزيلات العرق راه غير الالومنيوم كيسد لي بور المسامات وكيرجع السموم في العرق كترجع لو سيستيم لامفاتيك. فقط قوس. فقلت انا جاد انسان كانت عنده لوطو برودكسيون. المغرب ديالنا حنا كانت عندنا وبقى عندنا اشجار من الطراز الرفيع في التين في الخروب في البرقوق. حنا ماشي الدوله ديال لافوكا. استسمع، لافوكا القيمه الغذائيه ديالها 0. لافوكا واخا تعاود تشد الدكتوره ما توصلش للمزاح. كتعرفوا المزاح ياك؟ سميتو المزاح لان كيتمازح دغيا كيجي دغيا كيمشي. المزاح راه كاين دابا. كتسمعوا دابا في بعض الدول وسيرتو الدول اللي استعمرتنا كيقولوا لكم 5 فخوي 5 ليغوم ياك. وحنا في المغرب كيبدا المزاح حتى كيجي الرمان راه 36 فاكهه. ما نبقاوش عارفكم نديروا التقليد الاعمى. من مورا هاد الحقبه هادي كانوا جدودنا كيديروا الزرع ديالهم، كيديروا الفول ديالهم، كيديروا الحمص ديالهم، كيديروا بيت الخزين. شكون عنده بيت الخزين هنايا؟ ما عندناش بيت ولكن انا عندي بيت الخزين، رجعت لبيت الخزين في الدار. الا ما عندكش بيت الخزين الصحه ديالك. لان شوف عفوا، اول حدث في تاريخ البشريه هو حدث غذائي. سيدنا ادم اش قال الله سبحانه وتعالى؟ وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. شفتوا شهوه الاكل فين وصلتنا؟ راه شهوه الاكل هي اللي وصلتنا للارض، هي اللي هبطتنا لهنايا، وهي اللي وصلتنا للامراض، وهي اللي وصلتنا لكل المشاكل. جميع المشاكل، لا الاختصارات ولا جميع المشاكل كتجي من التغذيه ديالنا. ممكن الشباب نثبتها لكم بطريقه، نعطيكم مثال. التدخين
كتلقى واحد كيلقى باكيه الكارو فيها التدخين يقتل وكيكمي. شرحوا لي غير هذه، كيفاش انت كتلقى باكيه الكارو مكتوبه فيها التدخين يقتل وكتكمي؟ فوزيت كونترولي بالدوبامين، وراه بحال المحلي. حنا راه في ايران التجارب كيتحط لهم، في ايران التجارب كيكون عندهم ادمان على الكوكايين، كيتحط لهم الكوكايين ويتحط لهم السكر. والكوكايين فيه البيدال صعيبه سهله، والسكر فيه البيدال صعيبه باش يوصل له. وهكا كيمشي فأر التجارب لكوباي كيمشي للسكر وكيبرك عليه واخا البيدال صعيبه باش ياخذ لا دوز ديال السكر ويسمح في الكوكايين. وحلل وناقش، سي د لاديكسيون. والسكر حاطين لكم في الاغذيه تحت اسم 56 اسم حاطين لكم. السكر هو السكروز، الجلوكوز زائد الفريكتوز، ماشي الفريكتوز اللي كاين في الفواكه. كان الانسان كيعيش مع الموسميه، وقت الجلبانه، وقت الفول، وقت الهنديه مشات دابا ياك راه تولي. انا كنبشركم بالخير، غتولي. انا قلتها للناس في لاحيه، قلت لهم الاخوه راه معنا اساتذه، قلت لهم انا شدوا الهنديه اللي مرضات وما يطلعش ضلفه، هذيك الضلفه راه ديفلوبات واحد لا ريزيستونس كونتر لا مالادي وعاودوا زرعوها، وما غتبقاش هذا المشكل ديال الكوشني. الكوشني راه بصافي لونطو حنا كنكونسوميوه، على بالكم اللون احمر دابا هادشي الحشرات راه من صافي لونطو. ال 120 ال 120 الغوش-كوشني راه كاينين في دي سيرو، كاينين في العديد من الملونات. الشباب هذيك شوينغوم اللي كياخذوا، هذيك المسكه اللي كياخذوا، كنلقى شاب انا هاز واحد الكانيطه ديال المشروب غازي وخاديك ومن فوق عند بالو ما عرف قص ما بيدو، حيت هز هذيك الكانيطه ولا كيقولوا لكم سميتهم مشروبات القوه. ان شاء الله في القريب العاجل كنقول للمؤسسه انا ما عنديش مشكل، غيكون عندكم وقت 3 السوايع الفوق، وغتجيو الشباب والطلبه وغنجمعوا هنايا وغنعطيكم شنو ديروا باش دوزوا الامتحانات في ظروف جيده. راه الامتحانات كتكاو غير على القهوه وداك الشيء، راه كتصبحوا. شكون الشباب شكون اللي عمرهم تحط لك الامتحان تبلوكيتي واحد السؤال ما عرفتيش تجاوب عليه، فتي الباب تفكرتيه، هزوا يدكم شوف شحال من واحد. شوف عرفتوا بسبب ايش؟ لا ما يتقرب الامتحان نقول لكم بسبب ايش. ما هضرتش معكم قبل المحاضره. عندك انت سؤال كتشوف راسك عارفه جالس في القسم ما قدرش بلوكي، كتحط الورقه كتفوت غير الباب كتفكروا قبل ما تجبد وتقلب كتفكر. وهذه مساله انا كنحطها كنعطيها وعندها علاقه بجوج حوايج، جوده النوم والتغذيه ديالكم. فقلت انا الانسان كان كيزرع الحمص ديالو، الجلبانه ديالو، الفول ديالو. كانت عندنا واحد القاعده، واول قاعده في علم التغذيه وعقلوا عليها، اول قاعده في علم التغذيه هي الموسميه. اسمع، الموسميه. دابا كلشي كيهضر على مطيشه ياك، والله ما محتاجين مطيشه حنا دابا، اصلا ما فيها مذاق، لان مطيشه باش يجي الرابع دابا راه عندنا يجي الرابع الكاتريام جينيراسيون. مطيشه دابا واش فيها المذاق؟ غير قولوا لي. مطيشه حنا دابا عاد صوبنا النقله ديالها، كتوجد لنا النقله في شهر 6، كنحطوها في الاخر ديال شهر 6، كتوجد لنا مطيشه في شهر 7 وفي شهر 8 وفي الاخر شهر 9 كطيح الشتا الاولى كتمرض مطيشه باح مطيشه مشات، ما كتبقاش مطيشه ديك الساعه بحال الشيبه دابا راه كتبدا تمرار وكتموت. هي ماشي كتموت، الجذور ديالها راه كيبقاو حيين. اللي عندكم الشيبانه راه غتشوفوها. دابا ما تاخذوش الشيبه، دابا سخن الحاج كناخذوا النعناع، المونطول كيعطينا الارتياح، كيبرد الجسم. علاش؟ لان فيه السيترولين وفيه الفيتامين سي. الليمون اللتشين كيسخن الجسم واخا هو بارد. علاش كتلقاو فوقاش الموسم ديال الليمون؟ الليمون يعني حنا كنقصدوا به لورانج اللتشين. فوقاش كيجيو لي زاغروم في الشتاء. وسيدي ربي عاطينا حنا غذاء في الشتاء باش يبردنا الجسم. فيه لا فيتامين سي، لان تدلع فيه الفيتامين سي، ولكن اللتشين فيه لا فيتامين سي وفيه ماده الليمونين، من تما جات الليمونين مع الفيتامين سي كتسخن الجسم، كترفع واحد الماده سميتها لا تيرموجينين وكتطلع لا تيرموجينيز. داكشي علاش انا وليداتي ما كنشربوش العصير في الصيف، لان العصير في الصيف غتشري الليمون دايوغ ب 10 دراهم،
علاش؟ لان ماشي وقته، وغتشري ديال الفريكو وغتزيد فيه الثمن، اي وقته كيدير لك ساجه. علاش؟ شوف انا غنشرح هذه النقطه هذه باش ندوز، لان الموضوع متشعب، باش نشرح لكم هذه النقطه ونشرح للشباب. انا نسولك اخي الكريم، شكون اللي كيبرد لك العطش، الماء بارد ولا اتاي؟ علاش؟ ما بارد. شوف الجسم ديالنا، عفوا، الجسم ديالنا التبريد ديالو ماشي تبريد فيزيائي. شنو التبريد الفيزيائي؟ عندي واحد المعدن سخون كنكب عليه الماء كيبرد، هذا التبريد الفيزيائي. الجسم ديالنا حنا ماشي تبريد فيزيائي، الجسم ديالنا تبريد بيولوجي. عندنا واحد العضو في المعده سميتو البيلور كيتسد، ما يخليش الماء، لان انت ملي غتشرب داك الماء ما خصوش يبقى في الامعاء، في المعده، خصو يدوز الامعاء. الا ما دازش الامعاء راه شي قضينا. البيلور كيسد المعده، الا شربتي الماء بارد كيبقى الماء في المعده تيوصل 37 درجه عادي يدوز للامعاء. ملي كيبقى الماء بارد في المعده كيجمعها. ملي كتكونوا في رمضان باش كتبداو بالماء بارد ولا بالعصير ما كتقولش تزويت. شنو هي التزويت؟ التزويت هي المعده ديالك صغارت، واش كتقدر تاكل موراها؟ لا ما تقدرش، لان المعده ديالك تجمعات، لان المعده درجه الحراره ديالها 37 درجه. ملي كتعطيها شي حاجه بارده كتجمع. علاش كتجمع؟ كتضحي براسها، ما تقدرش تدوز الماء للامعاء، تيوصل اولا شي سائل الامعاء تتوصل 37 درجه. داكشي ملي كتشربوا اتاي كيبرد العطش اكثر من الماء، لانه قريب درجه حراره. وعلاش الجسم ديالنا حنا 37 درجه؟ لان هي الدرجه كنسموا حنا ذوات الدم الساخن. 37 درجه كيدوزوا فيها جميع لي رياكسيون انزيماتيك. انسان دار الفلاحه المعيشيه، دار الاغذيه الموسميه في المغرب، جات واحد الحقبه من أسوأ الحقب، واللي بغينا ننساوها واللي بغينا نتخلصوا منها فكريا، هي في مرحله الاستعمار. الاستعمار الغاشم مالوغوزمون ماشي دالنا غير الارض، بدل العقليه ودار مارشيات ودخلنا شركات وجبنا مواد مصنعه، وكتلقى شباب كياخذ بسكوي ومخلي التمر، ولينا كنعيشوا على المصنعات. وكما قال الاساتذه الكرام، نعم تخلصنا من الامراض التعفنيه، ولكن طحنا في الامراض الاستقلابيه، لي مالادي ميتابوليك. كتلقى المراه عندها الى هيبرتوندو، عندها السكري النوع الثاني، عندها لا طونسيون، وعندها المفاصل، وعندها لاختروز، وعندها هادشي كامل كيعطيها اكتئاب افكتيفمون، وكتنهار الاسره. واي مجتمع الى قستي المراه سواء ايجابيا طلع المجتمع، سلبيا هبط المجتمع. الى مرضت الام في الدار البوله كتصبح طافيه. والمراه، شوف الام ديالكم، الامهات، كاين بعض الامهات كيقولوا لي بعض الامور انا كنعاتبهم، كتقول لك انا ما كنقدرش نهتم براسي حيت كنهتم بوليداتي. راه من دواعي الاهتمام بوليداتك انك تهتمي براسك. كتلقى دابا راه الامهات غيدخلوا للكوزينه تتاذن المغرب عاد يخرجوا، ها المنوي معمر، ها المنوي بالشحمه، ها المنوي بهذه، اذنت المغرب وهي باقه فوق داك المقله ديال الوجده كتهدي، وملي كتسالي ما كتقدرش تاكل لان تقهمات من داك الروائح. والناس كيصليو في التراويح هي كتغسل في الموال، الله يحسن عليها. فسمحوا لي، هذه ماشي تغذيه، ماشي نمط غذائي. انا كيبقى يومين رمضان كنخوي الثلاجه بسيشيكم، كيعجبني نخويها، كيعجبني نتصور فيها هكا نخويها ونحلها ونقول ها هي التلفاز، ها هي الثلاجه خاويه. في حين بعض الامور كنقولوا واش العدس كافي، واش المغرب كافي الحمص، واش حنا هذا شهر الاستهلاك، هذا الشهر راه ما بقيناش سميتنا مستهلكين، سميتنا مستهلكين. عندنا دراسه اللي داروها الطلبه، ملي كتولي تاكل مزيان كتقتصد 70% من الميزانيه. دابا مع هذا ارتفاع الاسعار، ردوا البال، مع هذا ارتفاع الاسعار يخرجوا لكم شي خوتنا غيحطوا لكم شي مواد، والله الا كتشريو المرض بيدكم. الناس كيقول لكم كي عندنا نشري انا فروج بلدي، حيت انت مولف كتاخذ فروج كطيبو كامل. فروج بلدي انا راه كيدوز لي 10 ايام. علاش؟ لان دابا كاين البسباس، كاين القوق، كاين الجلبانه، كاين الفول، كاين الخرشف، هادو الاغذيه الموسميه. انت واش تقدر تمشي لإفران وتلبس بودي عندنا في شهر 3 لكل مقام مقال؟ دابا كاينه الموسميه قاعده. ديما عافاكم، شوف
خذوا الموسميه، خذوا الاغذيه ديال البلاد وبعدوا على الاغذيه اللي شاده كيلومترات. انا بالنسبه لي واش البنان غذاء؟ دخلت عليكم والله الشباب، واش عرفتوا؟ شوف واش عرفتي حبه ديال الشريحه مقارنه بحبه البنان راه العجب العجاب. واش حنا البلاد ديال لافوكا القيمه الغذائيه ديالها زيرو. درت انا عليها حلقه وانا مستعد لاي مناظره، ما عنديش مشكل، لان عندنا لو ما كانش عندنا هذا التنوع في المغرب تقدر تكون لافوكا عند شي ناس طوب، مي حنا عندنا شي حاجه اكثر قيمه منها. مي حنا انا كنقول للناس راه الفنان الاول في الصحه ديال الانسان هو الفلاح. وهنا في المؤسسه راه كيبدا بالنادي الفلاحه، وخصو يكون نادي الطبخ ونادي التغذيه ونادي الصحه، وهادو كلهم مربوطين في بعضياتهم، فالفلاحه والفلاح هو اول صانع للصحه ديالنا، الاكل ديالنا. داكشي علاش عافاكم ما غاديش نطول اكثر. الغذاء خذوا الغذاء اللي ما قاسوش الانسان، الغذاء اللي ما لعبش فيه الانسان، الغذاء اللي ماشي مانيبيولي، الغذاء اللي نتوما مصنوعين من التراب وحنا مصنوعين من التراب وكنعيشوا فوق التراب وسنعود الى التراب، وشئنا ام ابينا خصنا نعودوا للتراب وكناكلوا من التراب. نعطيك مثال، القله ديال الماء نعطيك تشرب في الكاس ديال التراب ونعطيك تشرب في الكاس ديال الذهب، اما احسن؟ ها القيمه الماديه ما عندها قيمه، ولكن غتشدوا الدي تبيعوا ياك، ولكن جسمنا حنا هذا هو فن الحياه. كنقولوا للناس رجعوا لداك الشيء اللي جاي من عند الفلاح، نتصاحب انا مع الفلاح، نمشي انا عند الفلاح نقول له انا داك البيض اللي عندك جي ناخذه من عندك. 30 مليون خبزه كيجمعوها الى عمال النظافه اللي كنحييهم هذا المنبر، كنسميهم شرف الله قدركم، انا ولدي كان يلاه بدا كيقول لي بابا راه جا مول الزبل، كنقول له بابا هذاك ماشي مول الزبل، راه حنا اللي موالين الزبل. الصح والمصطلح يعني هاد الشباب هادو اللي كيجمعوا لنا هاد النفايات. وتخيلوا نتوما النفايات ما عندناش، هاد الناس يديروا اضراب 24 ساعه، كارثه. راه ماشي هما، ما بقوش تقولوا لهم موالين الزبل، راه ماشي هما موالين الزبل، راه فوالا حنا اللي موالين الزبل. حيت الا قلت لك بحالاش كنعطيهم فرصه يصبحوا المحامي غدا يصبح معايا. حنا الاكاديميه عندها محامي، ولكن كنحاولوا نتجنبوا داك السذاجه، لان الناس ديما كيسولوني كما قالت الاستاذه ومن حقها، كيسولوني شنو ما ناخذوش. انا ما كنركزش على شنو ما ناخذوش، شنو ناخذ. وانا نعطيكم تجربه دابا، فكروا بجميع الالوان، كل واحد يتخيل لون دابا، صافي مزيان. الشاب شمن لون تخيلتي؟ زرق، خايب تخيل زرق. واخا تجربه اخرى، تخيلوا جميع الالوان الا الاحمر، شمن لون جا في بالكم؟ الاحمر. شوف على العموم الاحمر، علاش؟ لان حنا ما كنمشيوش للممنوع، كل ممنوع مرغوب. انا ملي كيسولني شي واحد شنو ما ناخذش، كنقول له سولني شنو تاخذ، مي شنو ما تاخذش كثير. وحنا دائما الانسان ما كنبغيوش نذكروا الماركات وما كنبغيوش لان ماشي التخصص ديالنا. انا ماشي تخصصي نهضر بالماركات، انا تخصصي علم التغذيه وبيولوجيا الغذاء. فنعطيك شنو دير مثلا الزيت اللي غتستعمل في الدار، انتم غتفهموا. اسمع، زيت الزيتون، شويه زيت ارغان الا ما كانش راه غاليه بلاش. زيت الزيتون نقطه رجوع للسطر. السؤال الموالي، فهمتوا شي حاجه؟ انا ملي كنقول لك في الدار خصك تستعمل زيت الزيتون نقطه رجوع للسطر، كتفهم بزاف ديال الامور. صافي، دونك هكا كنكونوا كنوصلوا الرساله، والرساله اللي كتساهموا فيها. واخا ما غاديش نقول اكثر من هكا لان الموضوع متشعب. انا بودي صراحه والله الا بودي انا نعطي اكثر مما ما خصنيش عاوتاني نفوت الوقت اللي عطاوني اللجنه المنظمه. مي انا كنوعدكم صراحه، وهذا وعد مني ان شاء الله، مهما كل ما توجه لنا الدعوه ان شاء الله باذن الله انا معكم. وبالمناسبه انا غير في العريش، لقيتوني في الشارع اي واحد عنده سؤال مرحبا به،
جيتوا شي فرصه في اي بلاصه مرحبا بك. فاحنا لا نبخل لاننا نحب هذا الوطن هذا. شكرا للاساتذه الكرام، شكرا للكوليك ديالي من مندوبيه الصحه، صراحه اللي كتقوم بواحد العمل اللي هو جبار. تصفيقات على الاساتذه كاملين. السي جواد بالمناسبه، السي جواد راه كان هو القنطره الفاصله بيني وبينكم. التصفيقات على الاستاذ جواد.